ما هو عشان نشوفك بس احنا كده كده تفرج على رقبتنا. يعني انا بعتقد مسيره اي شاعر في القليوبيه لازم تمر بمرصفه، ما اعرفش ليه. يعني طارق قاعد بيه كتير ده نوع من النقد بقى. انما انا شخصيا يعني لقيت مرصفه بتحتفي دايما بناسها. لما توفى عبادي سبحان، انا اعتقد فضلت تقريبا 10 سنين اروح احيي الليله بتاعته، واقول لكم من مره كمان راجح دبر الموضوع بسرعه، ففرد قدامنا حاجه انا مش عارفها متغطيه، بس بمد ايدي لقيتها نزلت في حفره، فاكتشفت انها دكه غسل الموتى. فالشهاده في المضيافه بتاع المغاربه بنقول شعر. ايوه فالهمتني الحاجات دي. وطبعا زميلت عمنا عبد المجيد والخال طبعا وكلامه الجميل دايما، ورحت المنتدى اللي كان بيتم في منزل الاستاذ رفعت المنصفي، والغدوه اللي بتبقى فطير فطير وعسل وجبنه، ما تنساش الجبنه وحاجات كتير. فانا صراحه في حضرتكم بعتقد انه هم حافظوا على تراث جميل داخل مصر، وانا بتمناه في كل مكان. يعني المدينه هنا بنفتقر للحاجات دي للاسف، لان احنا خلاص فككنا وبن، لكن ما زالت القرى زي قريه العمار. ونذكر برضو اخونا الجميل عاطف الشاذلي انه مواظب من سنين على رغم كل اللي حصل في الثقافات اللي بيجددوها مش عارف ليه فجاه واحده وكل الدروس الثقافيه اتقفلت، ما زال عاطف الشاذلي فاتح بيته لغايه دلوقتي منتدى شعري. فانا بحيي الخال. يذكرني حاجه جميله جدا جدا انه الخال حكى حكايه قدامي انا، بيقول انا كنت لا عارف يعني ايه ميزان ولا معدول ولا معقول، لكن مره بقول شعر لقيت ولد صغير قاعد بيدقق كده، مش كده يا خال؟ قال له انت بتعمل ايه؟ قال له انا بوزن. تنزل؟ ما انت بتنزل وانا ما اعرفش انزل. ورحت غايب شويه زي ما بيقول الخال، ورجع بيوزن. نعم 32 ديوان كان بعدها على طول تعود. إذا الفكرة مهما كان سنك ووضعك وحجمك اتعلم، لأن اللي جاي من التعليم جميل. وأنت أنا بحيي مرصفة وبحيي رجالة مبروك نيابة عن حزب الكرامة. أنا بشكركم الحضور وبتمنى مواصلة الندوات. ربنا يوفقكم وشكرا جدا. ورباب بقى